هدف نظيف لمنتخب الأردن جاء إثر ضربة جزاء تحصل عليها منتخب النشامة في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول بعد عرضية لامست المدافع مصطفى سعدون، احتسب على إثرها ركلة جزاء تقدم لها علي علوان ووضعها على يسار الحارس أحمد باسل. بذلك يتأهل منتخب الأردن كثالث أضلاع المربع الذهبي رفقة المنتخب السعودي والمنتخب المغربي، وسيلاقي منتخب المملكة العربية السعودية يوم الاثنين 15 من ديسمبر في استاد البيت في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي. كابتن زبير، مباراة خلنا نقول استحق فيها المنتخب الأردني النتيجة في الشوط الأول، ولكن الشوط الثاني شفنا تراجع كبير، شفنا حالة من المحاولة لتسجيل هدف التعادل من المنتخب العراقي، ولكن دون فاعلية هجومية في إنهاء الهجمة. لا، هو الصعود خلقوا 3 فرص كبار يعني بالتصويب من برا 18، بعدين انفراد في الكرة الأخيرة مصطفى سعدون، اصطدموا بحارس جيد جدا، ما كانوش بالكواليتي المطلوبة في الهجوم، ولكن كانوا مبادرين، كانوا محاولين، ما فيش التركيز العالي، ما فيش الكواليتي العالية، ولكن في الأخير على مجمل سيطرتهم في الشوط الثاني كمية كبيرة من الكرات الثابتة، كمية كبيرة من المحاولات، من العرضيات، لكن كانت تنقصها الجودة. في الأخير حصلوا على فرصتين، اصطدموا بحارس رائع جدا اليوم يزيد أبو العالية اللي كان في أحسن حالاته، ولكن تراجع منتخب أردني يعني مزعج وغير مبرر. تأثير غياب يعني يزن وخروج يزن كان كبير جدا، والجانب البدني بعد في نهاية المباراة أغلب اللاعبين عملوا دروب كبير بدنيا. نعم، المباراة مشاهدين الكرام شهدت ركلة جزاء في الشوط الأول في الدقيقة 37 تم احتسابها ركلة جزاء وسجل من خلالها هدف المباراة الوحيد. وفي الشوط الثاني كانت هناك حالة جدلية نستعرضها رفقة الزميل جمال الغندور خبير التحكيم والمونديالي. كابتن جمال، في حالة كانت في نهاية المباراة تقريبا أيضا لمنتخب الأردن، يا ريت تشرحها لنا. طيب خلينا نتشارك معاها طبعا كابتن خالد وكابتن زبير وكابتن علي معايا، نبص على الحالة مع بعض ونشوف. ده طبعا بطاقة المباراة، والحكم اسكاس من النرويج وحكم الفيديو دينيس هيغلر من هولندا، وده اللي هنتكلم عن دوره. تشوف الحالة مع بعض يا جماعة. بصوا، هو كان في سرعة غير طبيعية في المباراة، الريتم كان سريع، ولكن أنا مش عارف الحالة دي يعني. تعالوا معايا انتوا شوفوا كده لما نقرب. بص حارس المرمى، اللاعب هو أخذ الكورة، شوف حارس المرمى هيعمل ايه. بص ايده فين، مسك فين، مسك قدم اللاعب مرتين. بس كابتن جمال الكرة من أول مشتركة بين اللاعب والحارس، شوف خلاص هنا أوكي اشتركوا فيها. أوكي، في مخالفة؟ في مخالفة للحارس. مفيش مخالفة اتحسبت للحارس. أيوة، اللعب استمر. شوف الحارس عمل ايه. بص مسك رجلين اللاعب بشكل حقيقة يعني إعاقة بشكل واضح جدا. الغريبة إنه اللعب استمر والكرة خرجت رمي التماس واتلعبت رمية التماس بسرعة واستمر اللعب. أنا بالنسبة لي شايف إن في ركلة جزاء لم تحتسب. طب وليه الفار ما سلاهوش يا كابتن؟ ليه الفار ما سلاهوش؟ وده الغريب اللي أنا قلته، إنه اللعب مشي بسرعة، اللعب كان ماشي بسرعة. يظهر إنه حكم الفار اتأثر بسرعة اللعب هو كمان، وما طلبش من الحكم ان هو يراجع الحكم بشكل سريع. عطفا على الحالتين اللي في الشوط الاول في الشوط الثاني، كم تقييمك للحكم المباراه؟ لا، حكم المباراه الحقيقه هو اللعبه الاولانيه تفاصيلها ما كانتش عنده، حسبها حكم الفار واستجاب ليه. اللعبه الثانيه الحقيقه برضو غريبه شويه، انه حكم الفار لم ينبهه اليها. انا شايف انه ادار المباراه بشكل جيد، ولكن لم يصل الى مرحله الجيد جدا، يعني ممكن 8.2 من 10. كابتن جمال الغندور، شكرا جزيلا لك. ومن لقطة التحكيم الجدلية ننتقل إلى أرضية الملعب والفلاش انترفيو بعد نهاية المباراة. مبروكين الفوز، دموع الفرح ما جات من فراغ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على الفوز. هذه ماشي دموع الفرح، يعني فوز وتأهل ما عندوش طعم. مع الإصابة تاع يزن يعني خلفت الناس كبير،
ان شاء الله المباراه المقبله ان شاء الله. ان شاء الله كابتن. اهدي هذا الفوز للكابتن يزن العماد اللي يمكن اصابته شوي اثرت علينا كلاعبين، لكن رغم اصابته ظل متواجد مع اللاعبين وما رضي يغادر لحتى يصور رجله، دعم الفريق في غرف الغيار وعلى البنش، فبنهديه هذا الفوز وان شاء الله القادم افضل لمنتخبنا ان شاء الله. كلمه للجمهور الاردني اللي حضر. اكيد جمهور ما شاء الله بيرفع الراس، نتمنى يضل مساندنا ودعمنا للنهايه ان شاء الله. شكرا كابتن. لك. كابتن خالد، تلخيصك للمباراة يعني لل90 دقيقة اللي صارت في تلخيص سريع. انا بضحك بس قبل كل شيء لازم اقول مبروك بدل ما اخش في شرك زي امبارح. مبروك طبعا للمنتخب الاردني وارض لك المنتخب العراقي. الشوط الثاني مختلف تماما، المنتخب العراقي كان افضل. انا وجهه نظري اتاثر بحاجتين، الحاجه الاولى كواليتي اللعيبه الاماميين، النقطه الثانيه ما فيش دكه بدلاء تساعد الراجل جرام ارنولد في اخر المباراه. المنتخب الاردني لاول مره عليه بالشكل ده 78 22 نسبه الاستحواذ الاعلى في البطوله بالنسبه للمنتخب العراقي، مع الاعتبار طبعا فكره ان يزن مش موجود. فعلا اتضح ان يزن لعيب تقيل قوي 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 على كل خطوط الدفاع، فعمليه ان هو كل الاردن بتبني عليه فكره الهجمات المرتده او التحولات. نعم كابتن وليد، يعني الانطباع اللي ترك لنا اياه منتخب الاردن رغم صعوده تعرض للضغط العالي جدا في الشوط الثاني باكمله، ممكن يغير حتى حسابات الترشيحات لدى النقاد، المحللين، الصحافه، الجماهير، وحتى الفرق اللي راح تقابله. سعود، احنا توقعنا ان هي مباراه نفسيه اكثر ما تكون هي فنيه. خروج المغلوب هذه احد الاسباب، خاصه يعني الاردن والعراق يعني ما تخضع للمقاييس الفنيه كثر ما يكون التحضير الذهني يكون جدا عالي. الهدف اللي سجله طبعا الشوط الاول انا اعتقد يمكن بعد اصابه يزن النعمات في اول ربع ساعه وتسجيل هدف هو الحفاظ على الهدف، لان لا مجال للتعويض ولا يبي يدخل في المجهود البدني الكبير تتجه لاشواط اضافيه الشوط الاول والثاني بالاضافي. فانا اعتقد التراجع طبعا مبالغ فيه. كذلك انا اعتقد يزن النعمات دائما المنتخب الاردني بالشوط الثاني بالتحولات دائما يكون مميز، فخروج يزن اضعف التحول الهجومي. كذلك يعني فقد عنصر السرعه والحركيه. لو تشوف علي علوان كان محتاج الى يزن، كان محتاج الى مثلا احمد العرسان او محمود المرضي اذا كان في يوم، او موسى التعمري. التفاهم هذا اللي بدون كره وانا العب لك الكره في المساحه هذا ما كانت موجوده. كذلك المنتخب العراقي، انا اعتقد المنتخب العراقي في وضع منتخب الاردن لما يرجع الى الثلث الاول ويدافع تحتاج الى كرات عرضيه، ومو بس العرضيات، اللاعب المهاري. لو تلاحظ علي جاسم فترات بسيطه لما كان يتحرك حصل على اكثر من ركنيه. هذه النقطه اللي نعم اللي بكلم فيها زبير. المهاره غابت لدى منتخب العراق، بالتالي كان حلين عندهم، حل العرضيات وحل التسديد من خارج ال 18. شوف الحل كان موجود عندهم، وانا قلت لك عليه قبل المباراه، قلت لك علي جاسم قادر يفرق في المباراه. تعرف اول محاولتين خطوره جو من علي جاسم، تصويبه صحيح من بعيد وتصويبه من على ال 18. الفكره وين؟ انه المدرب كان بادي بيه شوط الاول على الجهه اليمين، والكلنا نعرف انه هو مرتاح اكثر لما يكون على الرجل العكسيه على الجهه اليسار. اول ما راح على الجهه اليسار الشوط الثاني شفنا خطوره كلها جايه من الجهه اليسار. شفنا هو اصلا لما ضم الداخل قدر انه يصوب ويعمل الخطوره الاولى اللي دخلت العراق في الحماس نتاع الاندفاع، والكره الثانيه طبعا تالق فيها يزيد ابو عاليه بشكل رائع جدا. على كل يعني ما هيش الكواليتي الكبيره، ولكن الاردن لا فريق قائم على لاعب تاثر بشكل كبير. نعم. السعوديه الكلنا ينتقد السعوديه لانه فيها حل واحد، بعدين حتى العراق فيها حل واحد في الاخير. صحيح. انا اشكركم كباتن. شو؟ زبير يتكلم مرتين. لا زبير بونص من عندك. واسطة. انا اشكركم كباتن، كابتن زبير، كابتن وليد، وكابتن خالد بيومي. مشاهدينا الكرام، انتهت تغطيتنا للديربي الذي كان منتظرا بين العراق والأردن، وتغطيتنا لم تنتهي. بعد قليل